متابعين الكرام، رجعنا لكم بفيديو جديد عمل طريقة العرايس. عندي هنا ربع لحم، عجل مخبوط ولية خروف، ضروري شوية لية خروف لازم بيدهن. وهنا عندي بصلتين كبار، وهنا عندي فلفلايتين قطعتين اضربهن بمحضرة الطعام، وعندي هنا ثومة، طماطة اختاريتها قوية حتى لا تذب لي مويه، وهنا نص باقيت معدنوس، وهنا التوابل بابريكا، فلفل اسود قليل، سماق، ملح. براحتكم انتوا اذا تردون تحطون غير توابل كيفكم، بس انا هاي اللي اخليها، انا ما اكثر توابل يعني بالعرايس. ورجعت لكم بعد ما انترمت المواد كلها محضرة الطعام وعجنته. هنا شو اسوي؟ اريد اتخلص من السوائل، خليته مصفي وخليت كاسه هنا، كاسه حتى شنو تنزل السوائل. شوف هسه بعدني استوي وعش قد تطلع السوائل. هاي السوائل ما احذبها، يعني هي هم تفيد بغير شيء، بس لازم انا اتخلص من عندها لان هي تخرب العرايس. واخليها بالثلاجه فد ساعتين ثلاثه الى ان اشوفها تماما نشفت هاي السوائل كلها. يلا اجي اشويها. ودبس الرمان ما اخليه هنا لانه راح يعني هم يروح بالسوائل، فمن تستوي انا اخليه داخلها. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعيني بعد رجعت لكم بعد ما توشل المي، هي هالقد طلع مي. هذا المي مال الخضار هم يفيد، يعني اذا واحد يريد يخليه على مرقة باذنجان او دولمة هم يرهم، ما اذبه. وهاي العجينة هيك صارت، بحيث من واحد يجي يفرشها على الخبزة بسهولة. عندي هذا هنا عيش، خبز عيش، وعندي اسمر هم يرهم، وحتى خبز التنور هم يرهم. انا مجربته بخبز التنور طلع كلش طيب وعادي. اجي على هذا الوجه مو الابيض منه، على هذا الوجه المستوي افرش بهاي المنطقة. اخذ كمية لازم افرشه رقيق لانه على مود يستوي. هو ياخذ بالستو مالته تقريبا 7 دقائق على كل جهة. فرشه رقيق، قلت لكم على مود ما يبقى اللحم ما مستوي، بس هو يستوي ان شاء الله. هسه نشكشك بالسكينة الخبزة حتى شنو يطلع البخار وتستوي. بقت بالثلاجة تقريبا 4 ساعات، يعني الحشو ما عليها شيء عادي. اذا تريدون تسووها من وقت وخلوها بالثلاجة، من تريدون بس تجون تشووها ما يضاد لها اي شيء. ترى هذا عادي بالخبز العيش الاسمر اللي عندهم دايت. هو اصلا هاي الاكلة صحية، يعني هي مشوية شوي لا بيها دهون ولا شيء، حتى الدهون بس مالت شوية قليلة، مالت لية الخروف عادي احسن من المغليات والدهون هاي انا اشوفها اكلة يعني مو مكلفة، وبنفس الوقت انا اشوفها صحية لان شوي وما بيها اي مضار. عجون طاوة تيفال ما تلتصق، اي طاوة بس المهم ما تلتصق. شوية حطيتها مسحة زيت، خليها على نار هادئة. كل وحدة تاخذ تقريبا 10 دقائق 8 دقائق، نشوف بعدين هسه. وهنا لان انا منشفتها تماما الحشوة من المي، شوف حتى لو ادوس باع الطاوة نهائيا ما ينزل بيها مي ابد، ماكو مي. النتيجة النهائية بعد ما شويتهن طلعن 9 وحدات من ربع لحم. شوفوا الجمال. شوية تخلون اذا تحبون، قلت لكم انا ما خليت دبس الرمان، اللي يحب دبس الرمان بعدين يخلي او يعصر ليمون. اذا عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك، وسهمكم العافية.